السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة في معمورة الشاطئ. بصوا يا جماعة، دلوقتي احنا قدام شاليهات اهيت. انا كنت منزلة قبل كده فيديو عن شاليه في المعمورة. الشاليهات اللي انا جايباها دي مش تبع سماسرة ولا من الملاك، لكن هي تبع حاجة مضمونة، تبع شركة المعمورة، خاصة هي بالإيجار والحاجات دي كلها. أنا قلت أجيب لكم حاجة مضمونة عشان تبقوا عارفين انتوا جايين على أي أساس. تمام. الأسعار معانا بتبتدي من أول 700 جنيه لحد 1800 جنيه. يوم شم النسيم هتزيد 300 جنيه. طبعا من 700 ل 1800 دي أسعار متفاوتة، يعني في أسعار في النص مثلا، بس أنا مش معايا طبعا الداتا كلها كام، بس ده أغلى حاجة معايا ال 1800 جنيه. اللي أنا طالعاها دلوقتي دي هي تعتبر أعلى حاجة. ليه بقى اعلى حاجه؟ هي المفروض الثلاث غرف كلها شايفه البحر، كل اوضه فيها بلكونه وشباك شايفين البحر. تمام. هنطلعوا دلوقتي نتفرجوا مع بعض. فيها 2 حمام ما شاء الله، يعني هتعمل عدد كتير، في اعداد كتير، في مراتب كمان، فيها تقريبا بتاع 5 سراير، 5 افراد 5 سراير. دوت اللي انا هطلع لكم دلوقتي، اللي هي دي ما شاء الله. حتى ده المدخل بتاعها حلو جدا. الشركه عن ان هي بتوفر لكم كارنيه دخول الشاطئ ودخول البوابه. بسم الله ما شاء الله. بصوا بقى المنظر عامل ازاي. تنزلوا بقى كده تبصوا في الحته دي كده هتلاقوا تأجير العجل، يعني انتوا قاعدين في حته فيها كل حاجه. بصوا قعدات كمان اهي، دي تبع الشاليه نفسه. كل الاوض بلكونات. هنا كمان في بلكونه اهي، ندخل كده نلاقي اوضه، سريرين. بصوا الشبابيك. ده كده ريسبشن. فيها 2 حمام. اي حاجه ناقصه يا جماعه في المطبخ او في الشاليه، تواصلوا مع الشركه ان شاء الله، هي هتوفر لكم المتاح عندها ان شاء الله. اي حاجه انتوا عايزينها يبقى بينكم وبين الشركه على طول. في محتويات مطبخ، في حاجات معينه ناقصه في الشاليه هي بتوفرها لكم. ده الحمام اهو التاني. بانيو. ده المطبخ. دي كمان بلكونه اهي كده منفرده، مش على البحر وبتطلعكوا على البحر، يعني اللي عاوز يطلع بيطلع على البحر، بس هي تقريبا مقفوله. دي الشقه كلها ما شاء الله بلكونات. في كمان مراتب اهي لو حد عاوز معاه افراد زياده. بس التلفزيون هنا. تلاجة اهي. نخش على الأوضة التانية بقى. ما شاء الله هي كبيرة. تمام. كل أوضة فيها دولاب وفيها مروحة. كل أوضة فيها دولاب وفيها مروحة وفيها شباك وفيها بلكونة. كل البلكونة بتطلعكوا على البحر. نيجي كده نقوم طالعين، نطلع نفسينا على البحر كده. ده الشاليه اللي عندي، المفروض ده اعلى شاليه عندي. ده المفروض ب 1800 جنيه من يوم شم النسيم. يعني يوم شم النسيم اي شقه او اي شاليه عندنا هيبقى هنزود عليه 300 جنيه على سعر الايجار بتاعه. احنا قلنا ان الايجار بيبتدي معانا من 700 جنيه، اسعار مختلفه لحد 1800 جنيه. طلعنا من الاوضه دي، هدخلكم في الاوضه الثانيه بقى. دي كده المفروض 3 اوضه معانا. الاوضه الثالثه سرير واحد. لازم محتويات الاوضه كلها اهي. ده كده يا جماعه شواطئ المعموره العام. الدخول عامل 75 جنيه. دخول الفرد بكرسي جمعه وسبت 75. بقيه الاسبوع ب 50 جنيه. تمام. الاطفال اقل من 7 سنين الدخول مجاني يا جماعه. ده دخول العام. تمام.
ادي كده كل التعليمات بتاعته. دخول الفرد بالكرسي 50 جنيه، ايجار شمسيه 20، رسوم ايجار منضده 10. ده دوت مشتملات ال 75 ولا ده غيره؟ يعني الحاجات دي يعني ال 75 جنيه دي الفرد بس. كرسي شمسيه 20، ترابيزه ب 10. ال 75 دي كرسي بس. اي حاجه تانية، الحاجات التانية مكتوبه، هي متجزأه كل حاجه لوحديها يا جماعه. تمام، دي التعليمات كلها. هدخل دلوقتي اوريكم بقى الشاطئ كده من هنا. المية جميله شكلها، مفيش حد بقى، ناس كتيره وكده اهو، فالمية نضيفه وجميله. بصوا يا جماعه، المواعيد دي كده المفروض لحد الساعه 5، من 7 الصبح لحد غروب الشمس صيفا. تمام، دي التعليمات. بعد بقى المغرب مجانا مقابل مشروب بيقلب كافيه. الدخول مجاني، بيبقى كافيه بس، محدش بينزل الميه بقى. تمام، ممنوع نزول الميه. وبكده كنا نهايه الفيديو بتاعنا النهارده. اتمنى الفيديو يعجبكم. كل سنه وانتم طيبين وصيف سعيد عليكم يا رب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.